إن شاء الله كنا نتمنى من الإخوان المغاربة أن يرفعوا خريطة فلسطين كاملة غير منقوصة عوض تلك الخريطة الوهمية والمزيفة. آخر كلمة ميدو. نتمنى ان شاء الله دوك هذه لازم لي اوت زانستونس دو فوتبول ولا دو سبور مونديال يلقاو حل. اليوم خاطش راح تولي عاده دوك سي فاسيل كل ما يجيو يلعبوا معنا يفسخ لك خريطه انت ما تلعبش، يعني في كل الرياضات، في كره القدم صارت في كره اليد. وهل تعتقد بأن الجزائر ليس لها أساليبها ولا تستطيع الرد على مثل هذه الخطأ؟ لكن هذا كما يقول لك بالعامية تنزل للوحل والله هذا السباحة في نفس المستنقع. نعم. هذا يعطوا بالعامية لعب الدر. لذلك أعتقد بأنه يجب أن نتوصل إلى حل مع فو أغيفي أن سوليسيون مع لي أوت انستونس دو سبور مونديال سواء اللجنة الأولمبية الدولية ولا الاتحاد الدولي لكرة القدم. يجب وضع حل لهذه القضية، لأن هؤلاء اصبحوا يلعبون لعب الاطفال الصغار. في كل مره نجيو نواجهوهم اجبد لك خريطه، انا نجيب خريطه، نو خو خريطه هذيك لبسها في بلادك برك ولعبوا بها بيناتكم. هنا نو سا نيكزيست با، لانكم اليوم تحتكرون الاتحاد الافريقي، لكن حذاري لان دوام الحال من المحال. غدوه كي تدور عليكم الدنيا وتلك الايام نداولها بين غدوه كي تدور عليكم الدنيا تشوف كيفاش يولي يصرى لكم ثاني. وين راهم المصاروه وراهم توانسه وين وين راهم ما كاشهم. في واحد الوقت كانوا مسيطرين في الاتحاد الافريقي، لكن الدنيا تدور، وعندما تدور صعيب الدنيا كي تدور عليه. حذاري مما سيحدث لكم بعد نهاية فترة ستيفن القجع، ستيفن سبيلبرغ المخرج العالمي في الاتحاد الافريقي لكرة القدم. انا بان التصويره ديالو البارح قبل 10 سنوات في بركان فوق التيف، ضارب كوستيم سروال طلعوا لهنا. المهم حكايه طويله لهذا القجع الذي اصبح بقدرة قادر يسير في الاتحاد الافريقي. شوف كاين واقيلا 12 لجنه في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، كل لجان 12 رئيسها مغربي، كلهم استعمار للاتحاد الافريقي لكرة القدم. ما عدا بعض البلدان الافريقيه خاصه بلدان شمال افريقيا التي تبدي امتغاضها. الجزائر ابرز بلد في الكاف يبدي امتغاضه مما يحدث. قليلا مصر، تونس، شويه جنوب افريقيا، البقيه كلهم خانعون خاضعون. لذلك اعتقد بانه كما قلت لك الاسبوع الماضي هاي الخريطه. شوف ايمرجنسي كوميتي فوزي القجع اولته حاكم 3 لجنتين فينانس، حاكم افكون اورغانيزن سي ام تي هذيك ما بيش مروكي شان اورغانيزيشن مروكي، انتر كلوب كومبيتيشن ناصري سعيد مروكي، يوث افكون تحيري. لا راك في الجامعه المغربيه لكره القدم ولا في الاتحاد الافريقي لكره القدم؟ لا اعضاء ميدو ماشي حاكمين. تشيرمان شوف هو منبر نو جو فو دير كاع لي كوميتي فيهم المراقبه فوالا ماشي الحاكمين. ايمرجنسي كوميتي هذه القجع عضو فيها ماشي هو الحاكم. فاينانس كوميتي هذه هو الحاكم. تشيرمان هو الرئيس. بعد البقيه كلهم الى غايه سيدي ماسي طارق هذايا بارك الله فيك. تشيرمان كومبليانس كوميتي بارك الله فيك. بارك الله فيك. من البقيه كلهم اعضاء. لكن هذا توسع غير لكن امين كيكون عندك يعني عاده تعليم منبر هكذا شيء مهم تسمى راك حاضر لتما، يعني ما يقدروش ياكلوا لك حقك. مام لي شاف دي زوتر كوميتي تداينهم تحت يدهم. حتى بعض الصحفيين الذين يلعقون احذيتهم ايضا لما تشوف تدخل شبكه تويتر تشوف بعض الصحفيين الافارقه تحير الى هذا من البنين ولا من المغرب، الى هذا من نيجيريا ولا من المغرب. بور كال ريزون الله اعلم. لذلك قلت لك في المره الماضيه بان هؤلاء الاشخاص لا يحبوننا من الاخر. والله غير احتراما، انا انسان اوبجيكتيف نمشي مباشره. الافارقه لا يحبون الجزائر. نقطه الى السطر. شوف الأساليب التي يستعملها الأقجع والاتحاد المغربي لكرة القدم معروفة ومفضوحة وواضحة الآن، حتى أن البعض تكلم لها، ولكن نحن هنا احتراما للشعب المغربي الشقيق، و يعني لا المكان ولا الزمان يسمح لنا بالحديث عن هذه الأمور التي يجب أن ينتفض ضدها المغاربة قبل أن ينتفض ضدها الجزائريون. لا أريد أن أتحدث عنها. أمين تفضل حتى نختم هذا الموضوع. قلت لك شوف لعله خير، ربما هذا الأمر يوقظ القائمين على كرة القدم الجزائرية من أجل على الأقل محاولة التحالف مع بعض الدول التي أظهرت موقفها المعادي لما يحدث داخل أروقة الكاف. تحالفات من شأنها أن تسمح للجزائر
إعادة التوغل وإعادة التمركز داخل أروقة الكاف على الأقل. نعم. لا يدوم هذا أو لا تدوم هذه المهزلة أكثر مما دامت، ولا نشاهد مثل هذه المسرحيات مستقبلا. نعم. حسين. قضية محمد، هذه قضية إن شاء الله تطوى سريعا محمد، لأن القوانين كلها واضحة. الملف اللي داروا يعني رئيس الاتحادية السيد صادي ملف ثقيل محمد، وملف اللي عنده يعني أشياء ثابتة، عنده سند قانوني. بارك الله فيك، عنده سند قانوني وعنده أشياء ثابتة وعنده أدلة وعنده أمثلة مع كل هذا. ولحد الآن لم يقدم لنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أي سند قانوني يرتكز عليه في اتخاذ قرار السمح لنهضة بركان باللعب بهذا القميص، رغم أن القوانين واضحة وضوح الشمس. ولم يقدم لنا أي سند قانوني لخسارة اتحاد العاصمة في مباراة الذهاب 3-0، رغم أن اتحاد العاصمة هو الفريق الذي حضر ودخل إلى أرضية الميدان. أما الفريق الذي بقي في غرف تغيير الملابس فهو الذي فاز بهذه المباراة، وهي سابقة تاريخية. على كل حال نستمع لسيد حسينة رئيس نادي اتحاد العاصمة بعد عودته من المغرب. احنا درنا رينيون تكنيك لافي وفهمناهم ولا يلعبوا بالقميص هذاك اللي فيه الخريطه، حنا ما نرفضوا هذه وما نلعبوش. هاي وغد من ذاك واليوم المباراه جابوا هذاك الشيء، حنا ما دخلناش نفس الموقف نفس الوقت كما المحردة. شفنا رئيس الاتحاديه طلع اللوزان، هل جاتكم ربما بعض الاصداء؟ واش كاين اصداء ايجابيه وراه يواصل الحال؟ احنا عطاونا الماتش هذاك خاسر على كل حال 3-0، درنا الشكايه وان شاء الله كما قال الحق يكون معنا. عندكم اصداء ايجابيه ربما وراه يواصل الرئيس، طالعتوا مليح على القوانين يعني وراه طلعنا على القوانين راهم معنا في الحقيقه، ولا بد طلعنا وشفنا كاع القوانين راهم معنا. وكان اكيد الاتحاد راح يفرغ مباراه الجزائر اللي راهي جايه، الديربي العاصمي، كيفاش راح تجهزوا لهذا المباراه؟ نحضروا روحنا كما كان الحال، نحضروا روحنا على الديربي هذا وعلى المباراه واحد اخرين شي صعيب على كل حال، خاطر راه عندنا 4 مباريات متاخرين شي صعيب، ولكن رانا هنا نقوموا بالواجب واخر. شيخ كيفاش راهي المعنويات تاع اللاعبين؟ المعنويات تاع اللاعبين سيرتو بعد ايه ولا كنت تعرف كاين زيتي ان بتي بو اون ايتي توز ديسو، كنا كاع يعني ديسو، كاين المدرب كاين اللاعبين، كان عندنا انا في ان اوبجيكتيف هاد لا كوب دافريك هذه ميم لا كوب دالجيري ولي شوز اون مال شونجي الله خير. بس هذه تاع لا كوب دافريك نوزا في مال فوالا. اكيد البوديوم هو اللي بالك راح يكون باذن الله ان شاء الله البوديوم ان شاء الله هذاك هو اللي، وان شاء الله اون اسبوار بور ريكيبيري لا كوب دافريك. رئيس السؤال الاخير بين جات المناسبه، لقيتوا عرض رسمي بخصوص بالعيد رئيس بالعيد واش بيه؟ قال لنا جاو عرض رسمي من الاهلي المصري. ما عندي انا حتى معلومه هذه، ما كانش مازال ما كان حتى شيء رسمي. داكور، السلام عليكم. كمال حسينة رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة متفائل باسترجاع الاتحاد حقه في محكمة الطاس. متى ستحكم هذه المحكمة ميدو، وهل أنت متفائل؟ التاريخ اوكين ايدي، الطاس ستحكم بعد دراسة الموضوع بشكل نهائي، وهي تصدر قرار لا رجعة فيه. يعني لو تحكم لمصلحة اتحاد العاصمة القرار الكاف سيطبقه رغما عن انفه صاغرا، يعني نعم صاغرا، ولا كما حبيت اي وصف حبيت تحطه، سيطبقه مثل ما طبق قرار عدم اعاده مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا بين الترجي والوداد البيضاوي لما غادر الوداد البيضاوي ارضيه الملعب بسبب الفار، عدم وجود الفار. الاتحاد الافريقي في وقت احمد من ثم بدا الطغيان، اتخذوا قرار ان المباراه ستعاد برمتها. الطرف التونسي توجه للطاس، والطاس الغت قرار الاتحاد الافريقي. يعني انا تعرف جيدا كيف يسير هذا الاتحاد. نتمنى العوده الى القوانين التي تسير كره القدم العالميه وهي واضحه. القانون 10 وارتيكل 10 الينيسيس اللي يقول لك ممنوع وضع الخرائط وممنوع كذا، ونتمنى تسليط عقوبات على الاتحاد الافريقي لكره القدم، لانه هذا الاتحاد راح يبقى هكذا. لا، هذا الاتحاد سيتسبب الان في مشاكل سياسيه ميدو بين الدول.
نعم. واش قلت لك قبل قليل؟ قلت لك يعني لازم نلقاو حل في لي اوت انستونس سبورتيف في العالم، لانه هادو راح نقعدوا شاك فوا نلعبوا معاهم راح يجبدونا هذه الخريطه الوهميه. نحن ايضا بامكاننا ايضا ان نفعل مثل ما يفعلون، لكن هذا كما قلت لك بالعاميه، هذا يعطوا يلعب الدر، لعب اطفال صغار. حتى امس التيفو اللي داروه في ملعب بركان، الخريطه هذيك فيها طريق في الوسط، داروا بحر يقسم بين المغرب والصحراء الغربيه، والله تشوف التيفو كاين فراغ بين تالمور سمو الخريطه بين بلي تيفو قديم، وبداو بالوطن ومن بعد الله، هي الله جل جلاله هو الاول، ومن بعد الوطن والملك، هذا الشعار تاعهم. هما بداو بالوطن ومن بعد صوتوا الله سبحانه وتعالى، ومن بعد الملك، ومن بعد تشوف التيفو خريطه مقسومه في النص، والله العظيم سيريزمون هذا زيفوار التيفو هذاك تشوف داروا بحر بين الصحراء الغربيه والمغرب، بالك كرياو فتحوا المحيط، قناه جديده تدخل افريقيا من المحيط. اعتقد بانه هذا اللعب اللي راهم يمارسوه ما راهوش خلاص. اليوم رانا في 2024 كما قلت انت كلمه من قبيله، تمنيت لو كان هاد الناس حربة الماسونيه والصهيونيه اللي فتحوا لها اوسع الابواب في بلادهم، وتمنيت لو كان هاد الناس داروا كما قلت انت خارطه تاع فلسطين ووقفوا مع فلسطين، لانه ربي سبحانه بارك له وناصر هذاك القوم في فلسطين. 35,000 شاهد، 24,000 ولا 25,000 منهم كاع اطفال ونساء. تمنيت هذا القوم لو كان رفدوا عالم فلسطين ونصروا فلسطين، ولا تاخذوا موقف مشرف، وليس تطبيع مع الصهاينه على فان كونت طبعوا معهم ما استعرفوا لهم لا بالصحراء لا ولا هم يحزنون. سيتي جوست مثل ما يقال، كانت فقط من اجل التطبيع مع هؤلاء القوم. لذلك الحياه مواقف، والحدود ترسم بالدماء ولا ترسم فوق الاقمصه. الذي باع جزيرتين بدراجه هوائيه لا يستطيع ان يسترجع ارض بخريطه على قميص. لكن كما تعرفوا ما يقولوا عندهم مثل تزاق بالغزال، لذلك هذا المثل يلخص كل شيء تقريبا فيما يخص ما تحدث. نتمنى نعودوا نوليو نتحدثوا في المباريات بيننا وبين المغاربه على كره القدم فقط، ونتجنب الدخول في مثل هذه المتاهات ومثل هذه الطرقات التي لا تؤدي الى اي شيء، تؤدي فقط الى الانسداد. وشكرا.